اهلا بيكم في حلقة جديدة يا شباب. النهاردة عندنا حلقة جديدة وسلسلة جديدة. سلسلتنا النهاردة هتكون عن تطبيقات مفيدة جدا للموبايل واستخداماتها. يعني النهاردة عندنا تطبيق مهم جدا، هقول لكم ايه استخداماته وايه المميزات اللي فيه وايه اللي ممكن تعملوا بيه. وطبعا انتوا هتكتبوا لي في الكومنتات حاجات تانية انتوا عايزينها، مثلا قولوا لي مثلا تطبيق مثلا بيقيس مثلا نبضات القلب، فهقول لكم برضو في الحلقة الجاية ايه هو التطبيق وكده. فدي سلسلة جديدة ان شاء الله تعجبكم. اول حاجة التطبيق بتاعنا النهاردة اسمه كام سكانر. كام سكانر ده بكل بساطة بيعمل نفس فكرة السكانر بتاع الكمبيوتر، بس بدل ما يكون عندك سكانر او تحط المستندات اللي انت عايزها مثلا على السكانر وبعدها تخش لك على الكمبيوتر، هو البرنامج بيعمل كل الكلام ده. تعالوا نشوف دلوقتي. هو ده البرنامج، ممكن تحمله عادي من البلاي ستور. افتحه. طبعا حاجة مش حلوة يعني قوي في البرنامج ده، او حاجة ممكن تكون سلبية فيه شوية، ان هو برنامج بفلوس عادي. يعني انت المفروض تدفع فلوس عشان تستخدمه او تستخدم كل ميزاته. في برضه ميزات من غير فلوس عادي، ودي اللي هنستخدمها النهارده واقول لكم ازاي نستخدمها. طيب اول حاجة طبعا نيجي تحت عند الكاميرا دي، ندوس عليها. هيطلع لك صورة كاميرا عادي ممكن تصور بيها اي حاجة، او ممكن تعمل امبورت الفوتو، تدخل صورة من عندك. مثلا انا اخترت مثلا الصورة دي وعملت سيلكت من تحت ودوست امبورت. هنلاقيه هو لوحده علم على الكلام المهم او علم على المستند المهم اللي موجود فيها. دوس نيكست وهنا هنشوف بقى الحاجه الحلوه جدا. بص حولها ازاي، حولها اكنها فعلا معمول لها سكان من الكمبيوتر. بقى شكلها حلو جدا وشكلها واقعي جدا، ومحدش عارف يعني يعرف يلاحظ الكلام ده، فاهمين؟ فهو الموضوع لطيف جدا وجميل جدا. وكمان ممكن تعمل حاجه تانية احسن. ممكن مثلا ما تقولوش يتعرف على ورقه، ممكن تقول له مثلا عايز اتعرف على ايه، نعمل ديسكورد. شايفين تحت ممكن نخليه يتعرف على اي دي، ندخله مثلا باسبور او ندخله بطاقه معينه وهو يتعرف عليها. ممكن كتاب، ممكن دوكس، اللي هو الدوكس اللي هو مثلا حاجات زي باوربوينت او حاجات مايكروسوفت وورد، حاجات زي كده. او كويتشن بوك، سؤال في كتاب. فدي كلها ميزات بصراحه للبرنامج. طبعا مش من الميزات اللي فيه زي ما قلت لكم ان هو بتضطر تدفع فلوس عشان تستخدم كل ميزاته، بس هو برنامج كويس جدا وهيفيدكم جدا. يعني لو ما عندكوش سكانر او مش متوفر عندكم حد ممكن يعمل سكان، فبس فبكل بساطة كان البرنامج بتاعنا. شكرا للمشاهدة، ما تنسيش باللايك اشتراك كومنت شير. اشكركم على الدعم المستمر، مع السلامة.